انا مش عارف انت كنت عايش ساعتها ولا لا، بس خليني اقول لك ان سنه 1989 حصل انفجار كارثي في طياره ركاب على ارتفاع 37,000 قدم. الطياره بقت حته حديده تقع ومفيش اي تحكم في الدركسيون خالص. كابتن الطياره كان اسمه آل هاينز، وآل هاينز كان معاه الكرو بتاعه او الفريق بتاعه وكان كلهم مرعوبين. في اللحظه دي الذكاء الهندسي بتاعه او الاي كيو بتاعه ما كانش هو الكافي ان هو ينجيه موقف زي ده، كان محتاج حاجه ثانيه جنبيه. هاينز قدر بهدوء غريب جدا انه يهدي التيم بتاعه ويوزع عليهم الادوار بالعقل ويخليهم يشتغلوا مع بعض بعقل واحد وروح واحده عشان ينزلوا الطياره دي في ارض مزرعه ذره. والنتيجه كانت ان 185 بني ادم عاشوا من الطياره دي، رغم انها لما اتعرضت على الكمبيوتر قال ان نسبه النجاه منها صفر. العلماء لما حللوا الصندوق الاسود قالوا ان الراجل ده ما عندوش ذكاء عادي، عنده ذكاء عاطفي خارق. والنهارده احنا عايشين في عصر اي والذكاء الاصطناعي، وكده كده الكمبيوتر اذكى منك في اي حاجه الا حاجه واحده بس، ودي اللي بتخليك تكسب وتترقى وتنجح، وهي الذكاء العاطفي. انا عمرو شريف، ودي حلقه جديده من برنامج الملخصاتي هنتكلم فيها عن تجربه وفكره مختلفه تماما. جهز قهوتك ويلا بينا. عمرك سالت نفسك او فكرت ليه دايما الشخص اللي كان شاطر في المدرسه او الدحيح بتاع الدفعه مش شرط لما يكبر يبقى مدير؟ وليه دايما تلاقيه شغال موظف مطحون، والتاني اللي كان مقضيها ومحبوب من الدفعه كلها لما كبر بقى هو المدير بتاعه؟ في دراسه في معهد كارنيجي للتكنولوجيا بتقول ان 85% من نجاحك المادي معتمد على مهارتك في القياده، في الاداره، في التواصل، اما 15% التانيين بيعتمدوا على مهارتك التقنيه. يعني انت مثلا لو اشطر مهندس في العالم بس الناس بتكره تتعامل معاك هتفشل، ولو انت مهندس متوسط بس بتعرف تكسب الناس وتحفزهم هتبقى مدير المشروع. الاي كيو يدخلك الشركه، لكن الاي كيو يخليك مدير الشركه. فخليني اقول لك بقى ان اول خطوه في الذكاء العاطفي هي اصلا انك تعرف نفسك. عارف لما تعصب وتزعق في الشغل وبعدين تقول انا ما كانش قصدي، ده هم اللي نرفزوني؟ ده اسمه اختطاف عاطفي. الجزء البدائي في مخك خطف منك الدركسيون، بقى هو المتحكم فيك. الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي دايما بيعرف يلقط اللحظه دي قبل ما تحصل له، بيحس ان ضربات قلبه بتزيد ويبدا ياخد باله انه بدا يتوتر، وفي اللحظه دي بيقول انا لو اتكلمت اكتر من كده هغلط، فبيسكت نفسه. ودي احسن واخطر حركه ممكن تعملها وانت متعصب. بتاخد نفس وتعد 10 عدات، ولما عقله يرجع له يبدا يرد بعقل. ال10 ثواني دول هم الفرق بين انك ممكن تخسر وظيفتك او ممكن تبان شخص ذكي وحكيم. خليني اقول لك برضو ان الذكاء العاطفي مش بس انك تعرف تكنترول نفسك او تتحكم في نفسك، لا، هي الفكره بتاعته ان انت ازاي تعرف تقرا اللي قدامك كانه كتاب مفتوح. في حاجه اسمها خلايا عصبيه مرئتيه في مخنا، دي اللي بتخليك تاثر لما تشوف حد بيعيط في فيلم. الشاطر بقى هو اللي يعرف امتى يشغل الخلايا دي في البيزنس وفي التجاره بتاعته. لما حد يكلمك وهو متعصب ما تسمعش كلامه، اسمع مشاعره. شوف الراجل ده بيفكر في ايه، بيزعق ليه، خايف، حاسس بظلم، عايز تقدير. لو رديت على المشاعر هتبقى طمنته وقدرته. انما بقى لو رديت على الكلام ده بالجدال والمنطق الخناقه هتولع. القاعده الذهبيه هنا، الناس يا جماعه مش بتفتكر انت قلت ايه، الناس بتفتكر دايما انت خليتهم يحسوا بايه. فخليني اقول لك ان الذكاء العاطفي ده مش موهبه، دي عضله بتكبر مع التمرين. وانا هخليك تبدا تمرين من النهارده. اول حاجه راقب مشاعرك وسميها بقى، سميها الحقيقيه، انا دلوقتي قلقان مش غضبان. وتاني حاجه قبل ما ترد خد نفس وفكر، ولما حد يكلمك حاول تفهم هو قصده ايه بالكلام ده او حاسس بايه الاول. في عالم الالات والروبوتات والاي اي، كونك انك بتفهم مشاعر البشر دي الميزه الوحيده ملهاش بديل. سيب لي كومنت دلوقتي وقول لي مين الشخص اللي تعرفه عنده ذكاء عاطفي عالي وبيعرف يتعامل مع اي حد وعنده علاقات قويه جدا وناجحه جدا، وايه الموقف اللي خلاك تقول عنه الكلام ده. دي كانت حلقه النهارده من برنامج ملخصاتي، وكنا عملنا قبل كده حلقه عن الذكاء العاطفي في سيزون 1، ممكن ترجع تتفرج عليها. واستنوا الفيديو اللي جاي عشان الموضوع نتكلم عنه مختلف شويه. السلام عليكم.